صباح الخير عليكم مشاهدي قناة فوت برو اي ار في الوطن العربي الكبير. ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في العالم 2022 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يوجد بين المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العام المغربي ياسين بونو، حارس نادي إشبيلية الإسباني، الذي تألق مع منتخب بلاده بصفة خاصة في مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث بلغ الدور نصف النهائي من المسابقة لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية. وكشفت صحيفة ABC الإسبانية في تسريبات لها أن الحارس الأرجنتيني لنادي أستون فيلا الإنجليزي إيميليانو مارتينيز سيفوز بجائزة الأفضل في العام 2022 بعد تفوقه على ياسين بونو، وكذلك حارس مرمى نادي ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا. وحسم حصول مارتينيز على لقب المونديال الأخير مع منتخب بلاده الأرجنتين نتائج المسابقة لفائدته، على اعتبار أهمية الحدث العالمي والمستوى الكبير الذي قدمه في مختلف أطوار البطولة التي لفت خلالها الأنظار، لا سيما بتصدياته لركلات الجزاء. ومن المنتظر أن يخلف مارتينيز حارس تشيلسي السنغالي إدوار ميندي الذي فاز بالجائزة خلال عام 2021، في حين تشير التوقعات إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون صاحب جائزة اللاعب الأفضل في العالم 2022، متقدما على لاعب آخر من ريال مدريد هو كريم بنزيمة.